السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم على حاجة جديدة خالص. احنا هنتكلم على أنظمة الصوت. كتير أوي احنا بنسمع حاجات خاصة متعلقة بأنظمة الصوت من غير ما نفهمها، زي مثلا بنسمع اللي هي الدولبي. ماشي، ايه هو الدولبي؟ وبنسمع مثلا ستيريو أو مونو، أو بنسمع مثلا ديجيتال، لك صوت ديجيتال، أو نسمع مثلا أتموس 1.5 1.7 1.13. كل دي على فكرة أنظمة صوتية ما نعرفش عنها أي حاجة خالص. بنسمع مثلا اللي فيه فيلم من الأفلام أخد مثلا جايزة أوسكار، زي فيلم مثلا تايتانيك، عن الصوت. طب هل هو يا ترى صوت التلفزيون ولا في أنظمة صوتية احنا ما نعرفهاش؟ في ساعات بنيجي نبص نلاقي مثلا نظام الوقت فيه اللي هي التلفزيونات الجديدة، هنلاقي فيه معاها حاجة اسمها ساوند بار. الساوند بار ده هنلاقي موجود عليه مثلا دولبي ديجيتال. طيب اتموس، طب ايه الفرق بين دولبي ديجيتال واتموس؟ ماشي. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هنعرف اللي هي هنتكلم عن جميع اللي هي الانظمه الصوتيه اللي موجوده، القديمه والجديده منها. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا جماعه، احب ان انا اذكركم باذن الله اللي ان شاء الله انا على وشك ان انا افتح قناه جديده، وهي خاصه بتعليم اللغه الانجليزيه لجميع المراحل ولكل الناس، يعني للصغار والكبار والمسافرين والدارسين، لكل الناس. وان شاء الله هبدا القناه ديت لما يوصل عدد المشتركين ل1000 اشتراك. والوقت نبدا يا جماعه اللي هي الفيديو بتاعنا. اول حاجه اللي احنا هنبداه اللي احنا هنتكلم عن نظام الصوت مونو. نظام الصوت مونو هو أول نظام صوتي تم اختراعه، ومونو هي اختصار لكلمة مونوريل أو مونوفونيك. التلات تسميات دول هو لشيء واحد. طبعا احنا كلمة مونو باللاتيني أساسا معناها أحادي. ماشي، واللي هي اشتقت منها كلمات زي مثلا مونولوج، اللي هو اداء مسرحي يكون به شخص واحد على المسرح، زي مثلا اسماعيل ياسين كان مونولوجيست. وكلمات زي مثلا زي مونوبولي. مونوبولي اللي هي احتكار سلعة واحدة. زي كلمات مثلا مونوسيلابل. مونوسيلابل معناها كلمة من مقطع واحد. مونوكروم يعني معناها أحادي اللون، وهكذا. فالأصل من كلمة مونو هي معناها أحادي. طيب ايه علاقته بالانظمه الصوتيه؟ مونو معناها اللي هو تم تسجيله باستخدام قناه واحده، وان شانل. خلاص، بتطلع صوت احادي. طبعا بالنسبه للنظام ده هو ليه لا زال مستخدم لحد وقتنا الحالي. هو ليه طبعا عيوبه، ليه مميزاته. طيب ايه المميزات بتاعته؟ اللي هو ممتاز بالنسبه للخطب. ماشي، اما واحد بيكون مثلا رئيس دولة او حاجة يكون بيخطب، او خطيب جمعة في مثلا خطيب مسجد في صلاة الجمعة، فهو بيستخدم ده نظام مونو. ماشي، ما هوش نظام ستيريو اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده، ده نظام مونو. ماشي، فهو بيدي النظام المونو ده بيدي صوت نقي جدا في للكلمة المنطوقة. طيب ايه مساوئه؟ اللي هو ما ينفعش او بيبقى رديء بالنسبه لو في الموسيقى. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين اللي هي الموسيقى بتبقى بتعتمد على اكتر من شانل، بيبقى فيه اكتر من قناه، وبيبقى فيه توزيع للصوت على اكتر من سماعه او اكتر من جانب. فبالتالي بالنسبه للنظام المونو هو ما ينفعش اللي احنا للموسيقى، او بيبقى رديء. عشان كده بنلاقي اللي هي معظم اللي هي الراداوي الصين اللي طالعه جديد هي بتستخدم نظام اللي هو المونو. ماشي، لانها سماعه واحده، فالصوت مهما كان بيبقى الصوت رديء، ما هوش غير الصوت الاستيريو خالص اللي بيدي صوت مجسم. طيب ده بالنسبه للمونو. يبقى احنا قلنا المونو اللي هي بالنسبه للمزايا بتاعته اللي هو ممتاز جدا بالنسبه للخطب، عشان كده هو بيستخدم في الجوامع او لاي حد بيخطب. المساوئ بتاعته ليه بيبقى صوته رديء، مثلا لو احنا لاي عمل فني عموما، اذا كان فيلم او بالنسبه لموسيقى، لان ده بيعتمد على اكتر من شانل. خلاص. طبعا بالنسبه لكلمه مونورال ومونوفونيك هتلاقيها موجوده على الشاشه قدامك. خلاص. هنيجي للنظام الصوتي الثاني اللي هو النظام الصوتي اللي هو ستيريو. خلاص. وطبعا احنا بنقول ستيريو مش استيريو. خلي بالنا اللي ده عندنا دايما عيب في النطق، اللي احنا كعرب دايما بنحط حرف الاي
قبل الاس وده خطأ. يعني احنا بنقول دايما استيريو، نقول استاد، اما هو بتنطق ستاديوم وبتنطق طبعا ستيريو على طول مش استيريو. فتعال نتكلم عن نظام ستيريو. النظام اللي هو الستيريو هو عبارة عن نظام صوتي بيصلح جدا اللي هي طبعا للموسيقى، لان هو بيقوم بتوزيع الصوت على تو تشانلز. اللي هو المقصود بتو تشانلز اللي هي طبعا بتسجل بقناتين، يعني على جنبين بيسجل هنا حاجة وهنا حاجة. خلاص، هو بالتالي لما بيتم عرضه على جهاز بسماعتين، فبالتالي بيدي تقسيم صوت على جنبين. ماشي، يبقى هو النظام الاستيريو هو برضو استيريو، بنسميه برضو ستيريوفونيك، هنلاقيها موجودة برضو قدامنا على الشاشة. يعني ستيريو او ستيريوفونيك معناه اللي هو مسجل باستخدام قناتين او جنبين، يعني في الصوت اللي بيطلع من الشمال غير الصوت اللي بيطلع من اليمين. وطبعا بالنسبة لنظام الصوت ده هو نظام مألوف عند كل الناس ومعروف. وفي النظام ده بيتم تسجيل الصوت على قناتين مختلفتين ثم بيتم مزجهم، وعشان كده ممكن احنا نسمع بعض الأصوات على السماعة الشمال مختلفة عن السماعة اليمين. والتكنولوجيا ديت عمرها حوالي 50 سنة ولا زالت مستخدمة طبعا، بنلاقيها في الهاند فري مثلا على سبيل المثال. المزايا بتاعتها طبعا هي تعتبر هي نظام صوت ستيريو معياري، يعني في حاجات كتيرة لا زالت بتشتغل بيه، ومعظم الأجهزة الموجودة حاليا بتقدر اللي هي تشغل اللي هي أي حاجة مادة مسجلة بنظام اللي هي الستيريو. وبعد كده في عندنا اللي هو نظام صوتي اسمه LCR، وده نظام هاجين هايبريد، يعني هاجين بين ايه؟ بين المونو وبين الاستيريو. ده بعد اللي هي طبعا اول حاجه نظام صوت طلع هو المونو، وبعد كده طلع اللي هو النظام الاستيريو، وبعد كده تالت حاجه طلعوها LCR، ده نظام هاجين. طيب يعني ايه LCR؟ LCR يعني معناه ليفت سنتر رايت. ليفت ورايت طبعا هي السماعات شمال ويمين، السنتر اللي هي السماعه المركزيه. وفي النظام ده بيتم تسجيل الصوت على 3 قنوات. مثلا لو كان في حفلة غنائية بنلاقي ان صوت المغني بيطلع من السماعة اللي هي السنتر او السماعة الوسطى، وصوت الموسيقى المصاحبة والكورس اللي هي الغناء يعني المصاحب للغناء بيخرج من السماعة الشمال والسماعة اليمين بشكل تبادلي. وبعد كده بعد اللي هو ال LCR ظهر نظام جديد هو اسمه نظام الدولبي. أول ما تم استخدامه هو تم استخدامه في عام 1976 وكان للسينما فقط، وبعد كده بدأ اللي هو انتقل للاستخدام المنزلي وبدأ يطلق عليه اسم المسرح المنزلي، وده كان بداية من سنة 82 لما تم انتاج او تصنيع اللي هو الفيديو الهاي فاي. وكلمة هاي فاي هي اختصار لكلمة هاي فيديليتي، يعني امانة كاملة في نقل الصوت. والنظام ده تم تحسينه في سنة 1987 واصبح يسمى بدولبي برولوجيك. والدولبي برولوجيك ده عبارة عن ايه بالظبط؟ النظام ده فيه معالج بروسيسور يعني لمعالجة الصوت، خلاص اسمه سيراوند بروسيسور. وده كان بيعتمد على اولا نظام مكون من 5 سماعات عبارة عن سماعة شمال، سماعة يمين، بالاضافة لسماعة سنتر، وسماعتين اللي هو سيراوند او صوت احاطة. خلاص، والصوت الاحاطة دول برضو كانوا بيطلعوا صوت مونو. وكان في ممكن نركب سب ووفر، والسب ووفر ده كان اوبشنال، يعني ما هوش تبع النظام، يعني كان اختياري، ممكن نحطه او ممكن ما نحطوش. طب ممكن امتى نحطه امتى ما نحطوش؟ على حسب حجم اللي هي في السماعه الشمال والسماعه اليمين اللي عندك، على حسب اللي هي حجم السماعه اللي هي الباص اللي هي بتطلع الصوت اللي هي التخين. احنا عارفين طبعا اللي هي السماعه بيبقى عاده بيبقى فيها 3 سماعات، بيبقى فيها اللي هي الباص، وفيها اللي هي الميد رينج، وفيها اللي هي تويتر. على حسب حجم الباص بقى بتركب اسكان سب ووفر او ما بتركبش سب ووفر. بالنسبة لو كانت الحجم السب ووفر 12 سنتيمتر وانت طالع، فانت مش محتاج كده سب ووفر. لو كانت اقل من كده يبقى انت محتاج سب ووفر. وبرضه بيرجع اوبشنال على حسب انت رغبتك. والنظام ده يا جماعة كان بيشتغل ازاي؟ النظام ده كان بيشتغل اللي الصوت مثلا لو نفرض لحنا مادة فيلمية مثلا، فيلم مثلا، خلاص واحنا مش عاملين ده كان بيسمى اللي هي طبعا هوم ثياتر او مسرح منزلي.
وكنا بنوصله بالفيديو اللي هو الهاي فاي خلاص. والوقت طبعا ممكن نتوصل بالفلاشة او طبعا بنوصل اللي هي في احنا عارفين اللي هي مثلا بالدي في دي او اي جهاز صوت عندنا حتى لو تلفزيون يعني خلاص. هو بيتوصل بيه فبيبدأ اللي هو يوزع الصوت كالتالي. طبعا احنا بنشوف العلامات اللي انا بحطها لكم على الشاشة دي بنشوفها محطوطة على الفيلم. يعني الفيلم في الفيلم هتلاقي بيقول لك بيستخدم مثلا تقنية صوت مثلا دولبي برولوجيك 2 خلاص. فالصوت بيتوزع زي ما هقول لك كده. بالنسبه اللي هي الدولبي برولوجيك في عندك سماعتين شمال ويمين ودول طبعا بيقسموا الصوت. وده احنا بنتكلم طبعا لو فيلم ده الموسيقى اللي هي التصويريه بتاعه الفيلم وبتوزع على الشمال وعلى السماعه الشمال واليمين. صوت اللي هي الممثلين بيطلع من السماعه السنتر ماشي. يبقى صوت الممثلين بيطلع من السماعه السنتر. الموسيقى التصويريه بتطلع بشكل تبادلي من السماعه الشمال واليمين. المؤثرات الصوتيه بتطلع من السماعات اللي هي المحيطه اللي هي السراوند ماشي. وبيطلع برضه صوت واحد زي ما قلنا صوت مونو. يعني مثلا لو سمعنا مثلا طلق ناري فبنيجي نبص نلاقي سمعنا الطلقه في السماعات اللي قدام والصدى الصوت بنسمعه في السماعات اللي ورا. طيب تعال نتكلم بقى على النظام الصوتي اللي بعد كده. النظام اللي طلع بعد كده طلع اسمه دولبي AC3 او 5.1 اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشه او THX. كتير قوي بنيجي نبص نلاقي اللي هي ايه الالعاب مكتوب عليها THX ماشي. واحنا مش عارفين يعني ايه THX. هو THX ده معناها ده نظام صوتي. فهو طلع بتسميات كتير اللي هي ال AC3 دولبي ديجيتال دولبي سراوند كلها او THX كلها تسميات لحاجه واحده بس. ايه هي؟ اللي هنا احنا عندنا الصوت متسجل على 5 قنوات منفصلين ماشي. هو بيختلف عن النظام اللي قبله اللي هو الدولبي برولوجيك في حاجه واحده بس. ايه هي؟ اللي هي في السماعات السراوند. اللي احنا كان عندنا اللي هي الدولبي برولوجيك كان السماعات اللي هي الاحاطه بيطلع منها صوت واحد بس. هنا هيطلع صوتين مختلفين وستيريو مش مونو. يبقى الوقت في عندنا مثلا لو نفرض اللي هي جيم مثلا فنيجي نبص هنلاقي اللي هي الموسيقى التصويريه هتطلع من بتاعه الجيم هتطلع من السماعات الشمال واليمين. في عندنا صوت اللي هي اللي بيلعبهم او اللعيبه هيطلع من السماعه اللي هي الوسط. صوت ضرب النار بقى والتكسير والحاجات دي هتطلع من السماعات اللي هي الاحاطه اللي ورا. وهيطلع صوتين مختلفين من كل سماعه مش صوت واحد مونو لا هيطلع صوتين مختلفين. وهيطلعوا كمان ايه هيطلعوا استيريو ما هماش مونو. بالاضافه طبعا اللي هو للسب ووفر. وزي ما قلت برضو اللي هي السب ووفر ديت اوبشنال ما هياش يعني مش لازمه على حسب حجم عندك اللي هي على حسب حجم اللي هي السب ووفر الموجود عندك في السماعه اللي هي الشمال واليمين. في طبعا طلع منها سماعات حتى بتاعه الكمبيوتر بس اللي طلعت بتاعه الكمبيوتر طلعت على شكل تاني. طلعت اللي هي ايه طلعت عباره عن سب ووفر وساتلايت سبيكرز. ساتلايت هي سماعات لها صغيره جدا سماعات صغيره جدا حجمها صغير جدا ماشي. هوريها لك هي دلوقتي على الشاشه. دي خاصه بتاعه الكمبيوتر ودي 5.1 او ممكن تسميها دولبي ديجيتال. دي طبعا للجيمز برضو للافلام والحاجات ديت بتدي نفس التوزيع بتدي نفس توزيع الصوت. والشركه المشهوره بده هي كانت شركه كرييتيف. وفي شركات تانية طبعا كتير اللي هي عملت اللي هي سماعات الكمبيوتر اللي هي 5.1 كتير. وفي حتى عملوا زي ما هنعرف بعد كده اللي هي 7.1 وفي حتى 13.1 ماشي. دي هنعرفها برضو كلها. فهي دي نفس اللي هي السماعات بيبقى جاي معاها ساوند بروسيسور او معالج للصوت. لا اما بيبقى بيلت ان في السماعه لا اما بيبقى بيجي كجهاز لوحده مع سماعات كرييتيف او سماعات غيرها. وبيوزع الصوت زي ما انا قلت لكم بالظبط كده. وعلى فكرة برضو ممكن بنلاقي التسمية بتاعته DTS مكتوبين بالثلاثة كابيتال ماشي او DDAC3. كل دي تسميات لحاجة واحدة اللي هو ديجيتال ساوند او اللي هو الصوت اللي هو الديجيتال دولبي ديجيتال ساوند اللي هو المقصود بيه اللي هو النظام اللي قلت لكم اللي هي 5.1 اللي هو تسجيل على 5 قنوات. ودي بنلاقيها كتير في الالعاب تلاقي مكتوب 5.1 فتعرف المقصود منها. وبرضه ما تلاقي مكتوب اللي هي برضه في الافلام بتلاقي
دولبي ديجيتال، الاسماء دي كلها الوقت المفروض ان احنا نبقى عارفين معنيه. فطبعا معنى كده اللي هو مثلا نلاقي فيلم مثلا زي فيلم تايتانيك اخد اللي هي مثلا اوسكار، فهو اخد اوسكار في توزيع الصوت، لان هو كان بيستخدم اللي هي ساعتها اللي هي التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 5.1. دي كانت التكنولوجيا اللي هو استخدمت في الفيلم ده. فطبعا كان صوت مؤثرات رهيبه جدا. فما ينفعش طبعا فيلم زي تايتانيك ما ينفعش تشوفه على تلفزيون، مش هتقدر تستمتع خالص باللي هي الصوت او بجوده الصوت. طبعا هو جبار جبار جبار، ما تشوفوا ما تسمعوا طبعا على نظام صوتي اللي انا بقول لكم عليها. بعد كده في عندنا النظام اللي هو 7.1. ماشي، هو نفس النظام اللي هي 5.1، بس كل هو اللي عمله اللي هو زود، هو نفس الخمس سماعات بس هو زود سماعتين تانيين اللي هي للأحاطة. ماشي، يعني خلوهم بدل ما هم سماعتين سيراوند خلوهم 4 سماعات سيراوند. وده طبعا النظام ده هو زي ما احنا شايفينه في الصورة كده. هو هنا حاطط طبعا في زي اللي احنا شايفينه في الصورة، في سماعة سنتر وفي سماعتين شمال وفي الوسط سماعتين سيراوند وفي ورا سماعتين سيراوند. المفروض المربع الفاضي اللي في النص ده اللي هو المستمع اللي قاعد المستمع. ده نظام اللي هي 7.1 طبعا اللي هو الاكثر استخداما، وده بيستخدم برضه في الهوم ثياتر. يعني في الاكثر استخداما طبعا هو ال 5.1. في بعد كده في اعلى من كده كمان اللي احنا فيه، وفي اللي هي النظام الصوتي اللي هو 9.1. هو عموما اللي هي بالنسبه اللي هي ال 9.1 وال 12.1 كلها بيبقى في عدد سماعات اللي هي الاحاطه. هو نفس النظام اللي هو الاساسي اللي هو ال 5.1 اللي هو عندنا سماعه اللي هي الشمال واليمين والسنتر والسب ووفر، والباقي كله بيبقى سماعات احاطه. اذا كان 9 بقى، اذا كان 12، فهو في نظام اللي طلع بعد السبعه في 9 وفي 12. بعد كده اللي هو النظام الموجود حاليا خالص اللي هو اسمه ديجيتال اكس او اسمه اتموس. تعال نتكلم عنه لان هو ده اللي موجود، وفي ناس كتيره جدا بتعمل خطأ ما بتيجي تشتريه. اللي هو في عندنا اللي هي الساوند بار اللي هو مع التلفزيونات الجديده اللي بتتباع في المحلات بتلاقي موجود ساوند بار. ماشي، الساوند بار ده يا جماعه هم بيبيعوه لوحده، وده غلط اساسا لان كده مش هديك اللي هي الغرض. هو طبعا ثمنه غالي ومش هديك الغرض منه لان هو ما هوش نظام متكامل. امال هو ايه النظام المتكامل؟ هنشوفه مع بعض. طب دلوقتي يا جماعه ايه الفرق؟ احنا بنسمع كتير نسمع كلمه اتش دي. طب هل هو الاعلى نظام الصوت الاتش دي ولا الاتموس الدولبي اتموس؟ طبعا الاتش دي هو بيساء استخدام اللي هي الكلمه دي كلمه اتش دي. كل الناس يقول لك يا عم ده صوت اتش دي او صوره اتش دي. هي بالنسبه انا هتكلم طبعا عن الصوت مش عن اللي هي الصوره. بالنسبه للصوت هي اتش دي اختصار لهاي ديفينيشن، هاي ديفينيشن ساوند. والهاي ديفينيشن ساوند دي بتستخدم دايما مع تطبيقات الكمبيوتر ومع التلفزيونات اللي بتستخدم اللي هي الاندرويدز، لان هي خاصه بالصوت، خاصه بصوت ايه؟ بصوت السوفت وير اللي هي البرامج. الهاي ديفينيشن معناها المقصود بيها اللي هو حاجه مسجله على اكتر من 4100 هرتز، ودي بتستخدم بقى في الويف فايلز وحاجه اسمها فلاك، حاجات خاصه صوتيه اللي هي بالكمبيوتر او نظام اللي هي الاندرويدز. طيب نيجي نتكلم بقى على الاتموس. هو افضل شيء واخر شيء احدث شيء في الصوتيات. هو استخدم نفس النظام القديم اللي هو ال 5.1 بس زود عليهم سماعتين للصوت العلوي. يعني ايه صوت علوي؟ يعني لو نفرض مثلا اللي حاجه طايره فوق، مثلا لو نفرض اللي هو فيلم وصوت طياره هليكوبتر، فانت بتسمع صوت الطياره الهليكوبتر فعليا من فوقك. يبقى هو نفس النظام اللي هو السماعات اللي هي الشمال واليمين، والسماعه اللي هي السنتر اللي هي بتاعت صوت الممثلين او المغنيين او اللي بيلعبوا في لعبه معينه، وفي اللي هي السب ووفر بالاضافه اللي هي سماعتين اللي هم الاحاطه اللي هي السراوند اللي هي بتطلع اللي هو صوت الاستيريو، بتطلع السماعه الشمال غير السماعه اليمين. بالاضافه زود سماعتين تانيين اللي احنا شايفينهم في الصوره دول، والسماعتين دول اللي هم للصوت اللي هو العلوي. طبعا بتختلف بقى النظام، ممكن بيزود، هو دي الفكره بتاعت اللي هي النظام اللي هي الاتموس. ممكن بيزود مثلا بدل ما يخلي سماعتين فوق يخلوهم 4، ممكن مثلا السماعتين اللي هو حاطط يخلوهم برضو 4، يخلوهم 6 زي ما هو عايز. كل الزيادة بتبقى في سماعات اللي هي الأحاطة، بس الحاجات الأساسية بتبقى ثابتة.
تعال نتكلم بقى بالنسبه للموجود في السوق اللي هو الساوند بار. الساوند بار يا جماعه ما بيتباعش لوحده، لازم الساوند بار يكون فيه معاه سب ووفر، ويكون على الاقل معاه سماعتين سيراوند. ماشي. اما الساوند بار هو هيديك صوت عالي بس مش هيديك تقسيم الصوت، لان هو كده بيبقى في نظام صوتي ناقص. خلاص زي ما احنا شايفينه في الصوره كده، على الاقل لازم يكون معاه سب ووفر ويكون معاه سماعتين تانيين خلاص سيراوند. خلاص، او لانه طبعا لو اتموس يبقى السماعتين الزياده دول بيبقوا للصوت اللي هو الفوقي، الصوت اللي بيجي الصوت من فوق. ويا ريت كده اكون انا غطيت كل اللي هي الانظمه الصوتيه الموجوده قديما وحديثا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع حاجه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.